هنعمل النهارده مكرونه بكبده، وهو طبعا ميكس فظيع جدا مع بعضه. وانا عارفه ان هي الوصفه مش جديده، بس الطريقه بتاعته ممكن تضيف لكم حاجه، او على الاقل افكركم يعني بالوصفه دي. اول حاجه هعمل صلصه المكرونه. هحط يعني هعصر طماطم، وبعد كده احط عليها ملح وفلفل واعصرهم في الخلاط واسيبهم يتسبكوا على النار، وهدي النار عليهم خالص. وبعد كده هجهز الكبده، هحط شويه زيت مش قليلين يعني في طاسه على النار، وعليهم بصل وفلفل اخضر مفرومين او مبشورين كويس جدا مع بعض. هفضل اقلبهم شويه مع بعض، وبعد كده هجهز الكبده. هقطع الكبده قطع مربعات. طبعا انا مش مقتنعه بفكره ان انا مغسلش الكبده، وفي نفس الوقت هي بتكون مش مفيده، فانا بقطعها واحطها في مصفى تحت الحنفيه، وفي نفس الوقت تتغسل وتصفي الميه بتاعتها، يعني قوام ما تبقاش في الميه فيها ولا حاجه. وبعد كده هحطها على البصل والفلفل تتقلب شويه معاهم. التوابل بتاعتها بقى اللي هي هنحولها يعني اسكندراني شويه، توم وملح وفلفل وكمون وكزبره. وفي نفس الوقت احنا عملنا لها صوص حلو بيبقى حلو على المكرونه اول، هو الفلفل والبصل الاولانيين. هحط عليها حبه خل صغيرين، وبعد كده هسيبها شويه على النار، هتاخد لها تقريبا ربع ساعه. هرجع تاني للصلصه، احط عليها معلقتين سمنه بلدي ومعلقه صلصه من الجاهزه عشان تديها لون وطعم حلو. هقلب كل ده مع بعضه. وطبعا انا سلقه المكرونه اصلا في الاول، هقلبها على الصلصه واقلبها تقلبتين لحد ما احس ان ان المكرونه شربت الصلصه كويس. وهي تقريبا المكرونه كده خلصت خلاص. والكبده كمان مش هتاخد ربع ساعه او تلت ساعه بالكتير على النار. هو ميكس حلو جدا جدا، لذيذ وحلو قوي وسريع، وخصوصا في الحر كمان. عايزاكم تجربوها بنفس الطريقه بتاعتي دي وتقولوا لي رايكم فيها ايه.